مستمعي المشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائي الإريتري والمستهل بالعناوين. إصابة 11 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. السفير صالح عمر يعقد سمينارا للإريتريين في أنغولا. انتخابات إدارات الضواحي في أصمات. الجيش الفرنسي يعلن مقتل 60 إرهابيا في بوركينا فاسو. القضاء على الجيوب الأخيرة لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سجن غويران. ورئيس إسرائيل يعبر من دبي عن أمله في التطبيع مع المزيد من الدول العربية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في أقاليم الأوسط وعنسبة والقاشبركة أظهرت إصابة 11 مواطنا بفيروس كورونا، وظهر 7 إصابات في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط، وهي من 4 سمرة وسنبل ومسافرين قادمين من كرن وسجنيتي وحسر ألبو، و3 إصابات في إقليم عنسبة، 2 من حقات وواحدة في علبرعد، وإصابة واحدة في بارنتو بإقليم القاشبركة. في غضون ذلك شفي 36 مريضا من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9536، شفي منهم 9216، وتوفي 98 مريضا، فيما لا يزال 222 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 31 من يناير 2022. عقد سفير إريتريا في جنوب إفريقيا ومنطقة الجنوب الإفريقي السيد صالح عمر سمينارا للإريتريين في أنغولا حول الأوضاع في البلاد والتطورات الإقليمية والمهام المرحلية للمواطنين. وأوضح السفير صالح في السمينار الذي عقد تحت عنوان التعبئة كضرورة مرحلية إن التعبئة من القيم الوطنية للشعب الإريتري، ذاكرا بالأمثلة بأنه كان من أساسيات القيم في تاريخ الشعب الإريتري. وقال إن المرحلة الحالية في البلاد تتطلب الوحدة على أساس الوعي والفهم المشترك، وعلى الإريتريين في أنغولا تقوية وحدتهم وتمتين صفوفهم لتعزيز المساهمة. وأكد المشاركون في السمينار على جاهزيتهم لأعلى مراحل التصدي. من ناحية ثانية، افتتح رسميا مكتب القنصلية الإريترية في العاصمة الأنغولية لواندا بحضور الإريتريين وكبار المسؤولين الأنغوليين والدبلوماسيين. من جهة أخرى، التقى السفير صالح عمر مع وزير خارجية أنغولا وبحث العلاقات الثنائية وأوضاع الإريتريين المقيمين في أنغولا. أكد مدراء الضواحي ولجان القرى المنتخبون من 17 وحتى 26 من يناير في 8 ضواحي في مديرية أصمات على العمل المتفاني لخدمة ناخبيهم. وأوضح مدير مديرية أصمات السيد عثمان آدم إن عدد النساء في انتخابات عام 2018 كان امرأة واحدة في منصب مساعد مدير ضاحية، و5 في لجان القرى. وارتفع العدد في هذه الانتخابات ليصل إلى 3 نساء كمساعدات مدراء ضواحي، و17 في لجان القرى. وتعهد مدراء الضواحي المنتخبون على العمل بقوة لإنجاح برامج التنمية الموضوعة في المديرية. نظم مكتب التعليم في مديرية عد قيح تأهيلا للمعلمين والمشرفين التربويين ومسؤولي التعليم في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية لتحسين العملية التعليمية. وأوضح المشرف على التأهيل الأستاذ مبرهت تسفوم إن التأهيل تضمن تقوية العملية التعليمية عامة والدفع بأساليب نقل المعرفة والكفاءة التعليمية على وجه الخصوص. من جانبه، أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ بيان تسفاي إن كفاءة الطلاب لها ارتباط بقدرات المعلمين، ولهذا تعمل وزارة التعليم للارتقاء بقدرات المعلم. في إطار المساعي الحثيثة الجارية لتحسين الخدمات الصحية، انخفضت نسبة الولادة خارج عيادة قرصت في مديرية حلحل بإقليم عنسبة إلى مستوى الصفر خلال عام 2021.
وأوضح مسؤول عيادة قرصة الممرض هاشم همد إن المستوى المحقق نتاج التثقيف المجتمعي المتنامي خاصة بين الحوامل، داعيا الأمهات لمتابعة حملهن منذ الشهر الأول. وذكر الممرض هاشم بأن تطعيم الأمهات والأطفال يسجل تقدما ملموسا، فيما بلغت نسبة الإصحاح البيئي الأهلي 99%، مشيرا إلى حماية المكتسبات والحد من الانتكاسة. وقال السكان إنه ومع بدء خدمات عيادة قرصة انتهى التنقل إلى عيادة ملابسو بطول 20 كيلومترا، وبأنهم يحصلون على خدمات أساسية دون متاعب، مطالبين لحل نواقص العيادة. وتقدم عيادة قرصات خدمات صحية لسكان بلدات شلاشاي وقسطة وحنبر وولد عبيد وأبقداد ريم وأبقداد حجير، وكذلك لسكان مناطق شغالي في مديرية أصمات وماي ملح في مديرية هبرو وأياغو والركوبات في مديرية حلحل. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي مقتل 60 إرهابيا في شمال بوركينا فاسو في عملية قادتها قوات بوركينا بإسناد من وحدات فرنسية تابعة لعملية برخان. وقالت هيئة الأركان قامت قوات بوركينا فاسو ووحدات برخان بتحديد مواقع مجموعات مختلفة من الإرهابيين وتحييدهم، لافتة إلى مقتل ما مجموعه 60 إرهابيا. كما تم تدمير 20 دراجة نارية وعدة شاحنات صغيرة مسلحة في هذه العمليات التي ترافقت مع غارات جوية لقوة برخان بتوجيه من وحدات من بوركينا فاسو. كما أوضحت هيئة الأركان العامة للجيوش في بيان. وعلقت هيئة الأركان الفرنسية قائلة إن الهدف كان البحث عن الإرهابيين في مناطق لجوئهم، قبل أن يضيف أن النتائج جيدة جداً. قالت قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية إنها أنهت عمليات التمشيط في محيط سجن غويران الذي هاجمه تنظيم الدولة الإسلامية في الحسكة في شمال شرقي سوريا. وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي شكلت رأس حربة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا قد أعلنت إنها استعادت السيطرة على السجن إثر معارك عنيفة استمرت ل6 أيام، لكن اشتباكات متقطعة دارت لاحقا بين عناصرها وجهاديي التنظيم داخل السجن. ونشرت وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية صورا قالت إنها تظهر استسلام العديد من الجهاديين. وشكل هذا الهجوم أكبر وأعنف عملية لتنظيم الدولة الإسلامية منذ أن سقطت قبل نحو 3 سنوات دولة الخلافة التي أقامها، وفقدانه مساحات واسعة كان يسيطر عليها في سوريا. تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ في معرض إكسبو 2020 بدبي في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي لدولة الإمارات. وقال هيرتزوغ إنه يأمل في أن تقدم دول أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما فعلت الإمارات عندما أصبحت أول دولة خليجية تقيم علاقات معها في عام 2020 بموجب ما يسمى اتفاقيات أبراهام. وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان يوم الأحد إنه سيواصل زيارته للإمارات حسب المقرر، بعد أن قالت الإمارات إنها اعترضت الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون. وقالت الإمارات إنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية أثناء أول زيارة قام بها هيرتزوغ للبلاد. قال مسؤول السلام العامة في ولاية ساو باولو البرازيلية إن الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الولاية أودت بحياة 19 شخصا على الأقل، بينهم 7 أطفال. وتقول سلطات الولاية إن 9 آخرين أصيبوا بسبب الأمطار، وإن 4 أشخاص في عداد المفقودين، في حين تشردت قرابة 500 أسرة في أنحاء الولاية. وتسببت الأمطار الغزيرة منذ ديسمبر الماضي في حدوث فيضانات أودت بحياة أشخاص في شمال شرقي البرازيل، وهددت بتأخير الحصاد في الغرب الأوسط. في غضون ذلك توفي 4 أشخاص على الأقل، فيما أصيب آخرون بجروح حين ضربت عاصفة ألمانيا والتشيك وبولندا وترافقت مع رياح قوية،
متسببة باقتلاع أشجار وفوضى في حركة النقل. وتوفي شخصان في بيليتس قرب برلين بعدما أدت الرياح إلى سقوط أحد الألواح الإعلانية بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة. في ختام نشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. إصابة 11 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. السفير صالح عمر يعقد سيمينارا للإريتريين في أنغولا. انتخابات لإدارات الضواحي في أصمات. الجيش الفرنسي يعلن مقتل 60 إرهابيا في بوركينا فاسو. القضاء على الجيوب الأخيرة لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سجن غويران. رئيس إسرائيل يعبر من دبي عن أمله في التطبيع مع المزيد من الدول العربية. انتهت نشرة أخبار المساء. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء بحول الله.